شهر رمضان هو واحد الشهر اللي ماشي كباقي الاشهر الاخرين، عنده طابع خاص. فالنهار ديالك قبل رمضان ماشي هو النهار ديالك في رمضان، فمن غير انه فرصه للتقرب من الله، وكذلك فرصه ليك باش تغير من حياتك بالكامل وتزيد القدام وتخلص من العادات الخاطئه. بالتالي غيكون هو بدايه ديالك نحو القمه. علاش رمضان هو افضل وقت مناسب للتغيير؟ او بطريقه اخرى، شنو اللي كيخلي من رمضان فرصه لينا باش نتبدلوا ونطوروا من راسنا؟ بكل بساطه، كل الظروف كتكون متاحه لينا. اولا العقل ديالنا كيخدم مزيان في رمضان، كيكون في واحد الصفاء ذهني اللي احسن بزاف من الايام العاديه، لانه ما كيبقاش مشغول بهضم الماكله طول النهار، الشيء اللي كيحسن من التركيز والتفكير. زايد انه الصيام كينشط افراز مواد كتخلي الذاكره اقوى، معنى الدماغ ديالنا دغيا كيولي يشد المعلومات. بزاف الدراسات دارت على هاد البلان تاع الدماغ كيكون افضل الحالات ديالو عند الصيام، يكفي تدخل وتقلب وغادي تفهم. تاني حاجه اللي كتخلي هاد الشهر اكبر فرصه في السنه للتغيير الافضل، وهي الوقت الكبير اللي كيكون في رمضان. عكس الايام الاخرى، نهار وليل كيوليو طوال، الشيء اللي كيخلي عندنا الوقت باش نديرو بزاف تاع الحوايج مفيدين. وهادشي ماشي جبتو من راسي، هادشي راجع بزاف تاع العوامل اللي كيتوفروا. منهم انه في هاد الشهر الفضيل حنا كمغاربه كنرجعو نخدمو بالساعه القديمه ديالنا، توقيت غرينتش، الدوله كتنقص ساعه، فعود مثلا تكون 8 تاع العشيه غتكون غير 7، الشيء اللي كيخلي البركه في الايام تاع هاد الشهر العظيم. ثالث فرصه اللي كيقدمها رمضان وهي كنكونوا صايمين. تقدر تقول اش كيقول هاد الحمق، ولكن راه فعلا الصيام كيخلي النهار ديالنا طويل، حيت كنوليو ناكلو غير وجبه وحده رئيسيه وهي الفطور تاعنا، بعدها بطبيعه الحال وجبه السحور. بهكا رمضان كيهيئ لك النهار ديالك من طلوع الشمس حتى الغروب، بعكس الايام العاديه. فتخيلوا معايا شحال تاع الوقت كنضيعوا بين كل وجبه، فطور غدا الكوتي والعشاء. وهادشي غيدينا الفرصه الرابعه اللي كيعطينا رمضان، وهي كيولي الجسد ديالنا اكثر انتاجيه وطاقه. تقدر لي من الاولى شحال من واحد فينا تجي صايبه، ولكن من بعد اوتوماتيكمون الجسد ديالنا كيتاقلم وكيولي اكثر حيويه. علاش؟ لانه ما خافيش عليكم، الماكله كتخلينا نحسوا براسنا تقال شويه وغير مرخيين. فراه انت ولا انت من بعد كل وجبه كتاكل، المعده كتبدا في عمليه الهضم، والدماغ في هاد اللحظه ما كتبقاش توصل ليه الطاقه اللازمه، الشيء اللي كيخلينا نحسوا بالناس والجهد ما كيبقاش. عكس رمضان، الدماغ كتكون عنده الطاقه الكامله، حيت كيكون عنده جوج مهمات وهي العباده والعمل. خامس واخر فرصه كتكون حتى هي عندنا في رمضان، بغيتك تسمع عندي مزيان، وهي مع بدايه كل شهر رمضان ساعات العمل والدراسه كينقصوا. المدارس ولا الشركات ولا المصانع فين طاح بالك غتلقى التوقيت كيتغير والساعات كينقصوا، نظرا لطبيعه هذا الشهر اللي هو مخصص للصيام. فبزاف ارباب العمل وجوج المدارس كيقلصوا من ساعات العمل، وبهكا كيبقى لنا الوقت. اذا كيف ما شو هادشي فقط شويه من بزاف تاع العوامل اللي كتخلي هاد الشهر العظيم فرصه للتغيير. بصراحه انا رمضان كنعتبره بحال شي بدايه تاع عام جديد، فين تقدر تبدا بدايه مختلفه، تقدر تطور ذاتك وتنمي من راسك. لكن اللي مدرناش واحد البروغرام اللي غنتبعو في هاد الشهر، راه العكس اللي غيطرا، غير غادي نزيدو ونرجعو اللور، والعادات الخايبه غتزيد تبقى فينا. فاش يسالي الشهر المبارك كنلقاو راسنا ما استفدنا والو، غير زدنا تكفسنا. باش نكونوا متفقين، راه العصا بين يديك دابا، كيف ما كنقولوا بالدارجه. باش تخلي هاد رمضان 2026 هو احسن نسخه ليك من اي رمضان دوزتي، منو تبدا الانطلاقه ديالك نحو القمه ان شاء الله، خاصك دير فقط هو تتبع البروغرام اللي غادي نعطيك. وفي الاخر تاع الشهر كون اكيد غادي تجي وتشكرني. اول شيء حدد واحد الهدف اللي باغي توصل ليه، هدف اللي غادي يخليك تطور من راسك، اللي غادي يزيدك واحد القيمه مضافه في النهايه تاع هاد الشهر. مثلا قول مع راسك انا ما غادي يجي فيني يسالي هاد الشهر المبارك حتى نوصل لهاد الحاجه، كانك تسالي واحد فورماسيون ولا تبدا تتعلم اساسيات شي لغه جديده مثلا، وتخلي هاد الشهر هو نقطه الانطلاقه ديالك نحو القمه. فمن بعد ما حددتي شنو الاهداف اللي باغي تحققهم ولا تخدم اليوم، غادي يجي الوقت. الحاجه الثانيه اللي خاصك دير وهي قاد واحد التوقيت اللي غادي يناسبك وغتبقى غادي عليه طول رمضان، تحقيق الاهداف اللي حطيتيه في الاول. هنا غادي نعطيك جوج اختيارات وانت شوف اللي غادي يناسبك. الاختيار الاول هو تبدا من منتصف الليل ولا من بعد صلاه التراويح، تبقى خدام كتعلم وكتقرا وكتنمي في راسك حتى لوقت الفجر. او الاختيار الثاني اللي كيجيني انا كيناسب اكثر الناس اللي كيخدموا بكري في رمضان وما يقدروش على السير، وهو تقاد التوقيت من الفجر حتى ل 8، يعني من بعد تسحر وتصلي صلاتك غادي تجلس وتبقى تتعلم حتى لديك 8 ولا 9 تاع الصباح. فسوا اختاريتي التوقيت الاول اللي غتبقى فيه سهران حتى الفجر، ولا الثاني اللي غادي تنعس فيه بكري وتبدا مورا الفجر، فراه مزيان. بالاخص في هاد الاوقات كيكون فيهم الجو هادئ وحتى حاجه ما غادي تشتت الانتباه ديالك، زائد غتكون عندك طاقه اكثر. يلا واخد الوجبه ديالك، ماشي بحال مثلا مشيتي تتعلم شي حاجه مع الربعه تاع العشيه الصاد وراسك ضرك، راه بحال كتخوي الماء في الرمله. اما بالنسبه للخطوه الثالثه اللي تتبعوا عندها اهميه كبيره، وهي تجنب الماكله غير الصحيه في وقت الفطور، بالاخص السكريات. للاسف حنا المغاربه الطابله عندنا في رمضان كتكون عامره بالاكل الغير صحي، الشباكيه، العسل وشحال من حاجه اخرى اللي كتاثر علينا سلبيا في النهار تاع الصيام ديالنا. معنى اخر داكشي اللي كنفطروا به اليوم هو اللي كيحدد كيف غدا غادي يدوز عندنا النهار. وعلاش قلت لك تجنب السكريات المصطنعه؟ حيت بكل بساطه هي اللي كتخلي الواحد يشرب الخمول وعيان وباغي غير ينعس. فباش تكون رشيق ويدوز النهار ديالك في رمضان مزيان، تكون عندك الطاقه الكافيه للخدمه والتعلم، حيد عليك الماكله الغير صحيه وشرب الماء مزيان وكل اللي قدك، حيت في الاصل رمضان ما داش الماكله. اخر حاجه مفروض عليك ديرها اللي بغيتي فعلا هذا رمضان ان شاء الله يدوز احسن رمضان عندك، وهي توقف عن تتبع الافلام والمسلسلات الرمضانيه اللي كيكونوا في هذا الشهر بكثره.
تفاهات اللي غادي تخلي الوقت كيضيع بلا ما تحس، غادا تخليك تضيع فرصه تاع الشهر المبارك اللي ما عرفناش واش العام الجاي غادي نقدروا نكونوا فيه ولا نقدروا نكونوا تحت التراب. لهذا ما تضيعش هاد الفرصه، صايب بروغرام ديالك ودخل فيه هادشي اللي قلت لك، وكون اكيد في الاخر تاع الشهر المبارك غتكون بدلتي 160 درجه. كنتمنى تخلي هاد الشهر العباده ثم العباده والعمل على تطوير الذات ويكون نقطه البدايه ديالك، ونسال الله التوفيق.